مساء الخير أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا اليوم جايبت لكم كيفية تحضير خبز همبرجر، والوصفة ما شاء الله ويجيكم مثل القطن خفيف. فقط تبعوا الطريقة وإن شاء الله تجيكم الوصفة ناجحة 100%. بقاو معاي شوفوا المقادير وكيفية التحضير. نبدأ على بركة الله. المقادير: عندي بيضة كاملة، عندي 2 معالق كبار من السكر، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، عندي 2 معالق كبار من بودرة الحليب، عندي ملعقة صغيرة من الملح، وعندي ملعقة صغيرة نتاع قهوة من لاليفور، عندي كاس إلا ربع من الشاي تاع الزيت، عندي 6 كيسان تاع فرينة كما راكم تشوفوا بمقدار هاد الكاس، ولازم يكون الكاس ممسوح ما يكونش معمر. واكيد الفرينة على حسب يعني النوعية اللي عندكم، ممكن تجيب لكم 6 كيسان وممكن تجيب لكم 7 على حسب. هنا نحطوا 2 كيسان تاع فرينة، نحطوا هنا بودرة الحليب، نحطوا السكر، نحطوا خميرة الخبز، نحطوا حبة بيض، ونحطوا الزيت. كما تشوفوا نحطوا كل المقادير اللي معانا، نخلطوا الكل جيدا بهذا الشكل وبهذه الطريقة، نتحصل على هذا القوام. نضيف لهذا الخليط اللي عملناه 2 كيسان، لازم يكون الماء دافي كما راكم تشوفوا. نخلطوا الكل جيدا حتى نتحصل على هذا القوام، لازم يكون متجانس، نخلطوه مليح مليح كما تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. ما لازمش يكون الماء يكون سخون بزاف باش ما تطيبش معكم الحبة البيض كما تشوفوا بهذا الشكل. ومن بعد نغطيها حتى وين تخمر معانا كما راكم تشوفوا. نخليوها لمدة نصف ساعة حتى وين تخمر معاي كما تشوفوا. بعد ما خمرت معاي نكملوا نضيفوا لها يعني المكونات المتبقية كما راكم تشوفوا. نخلطوا الكل جيدا هنا بملعقة فقط، ومن بعد نبداو نحطوا الفرينة. انا نستعمل هكذا الملعقة باش نشوف القوام، ومن بعد نعجن بيديا هكذا تجيني سهلة. اكيد نتوما استعملوا كما حبيتوا وعملوا كما تحبوا الطريقة اللي تحبوها نتوما. كما راكم تشوفوا بعد ما شفت القوام هنايا زدت الملح وخميرة الحلويات، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات فقط وشوية ملح، أضفتهم للخليط كما راكم شفتوا. وهنا راني نخلط مليح وبدأت تلم معي العجينة. كي شفتها بدأت تلم هنا لازمني نعجن بيديا كما راكم تشوفوا. فوالا نعجن مليح مليح حتى نتحصل على عجينة متماسكة، أكيد تكون طرية ما تكونش يابسة باه يجينا الهمبرجر خفيف. ولازم تكون نوعية الخميرة ونوعية الفرينة من النوعية الممتازة. إذا ما كانتش هادو زوج إذا ما كانوش ملاح عندكم ما تجيكمش الوصفات مليحة معروفة يعني عند الكل. فلذلك يعني لما اختاروا الفرينة تكون من النوعية الجيدة، وحتى الخميرة ما تكونش يعني مفعولها راح، فما تطلعش معكم أكيد بطبيعة الحال، وما تجيش معكم الوصفة مليحة. وأي وصفة تخدموها لازم تختاروا يعني الفرينة لازم تكون من النوعية الرفيعة والجيدة كما راكم تشوفوا. بعد ما يعني عجنتها مليح زدت أضفت لها شوية زبدة. أكيد بطبيعة الحال راكم تشوفوا لما حطيت الزبدة تشوفوها هكذا راهي تتلاصق. نتوما ما تزيدوا والو بطبيعة الحال، ما تزيدوش الفرينة ولا حتى حاجة، فقط كملوا في العجن حتى تتحصلوا على عجينة متماسكة وتجي طرية بزاف كما راكم تشوفوا بهذا الشكل وبهذه الطريقة. بعد ما عجنتها لمدة تقريبا شي 3 دقائق إلى 5 دقائق، فوالا نتحصلوا على هذه العجينة الطرية والممتازة بهذا الشكل وبهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. ما شاء الله فوالا شوفوا كيفاش طراوت العجينة. هنا كما راكم تشوفوا قسمتها هنا 11 قطعة.
واكيد كيما تحبوا نتوما قسموها. كيما شفتوا هنايا بعد ما قسمتها درت بابي كويسون في صينية الفرن وحطيت 6 حبات، وعملت بهذه الطريقة. نضغط على كل وحدة، نضغط عليها غير بشوية فقط، ما نضغطش بزاف كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل بهذه الطريقة. ومن بعد نغطيهم نخليهم حتى يخمروا معاي باش يجيونا بزاف خفاف. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا راهم ضاعفوا في الحجم. نجيبوا شوية حليب فقط وندهنوهم من فوق، وكي ندهنوهم كامل بالحليب نحطوا لها السمسم من فوق اللي يقولوا له الجلجلان. واكيد كيما تحبوا نتوما كيما راكم تشوفوا انايا ما حطيت لهاش الجلجلان وحده، حطيت لها واحد الخلطه سحريه، انا نسميها خلطه سحريه، هي خلطه الكعك عند السوريين. كيما راكم تشوفوا فيه كل شيء، فيه السمسم، فيه يعني حبة البركة، فيه بزاف يعني فيه خلطات. نخلي لكم في صندوق الوصف وتشوفوا هذا يعني الخليط اللي موجود هذا شو واش فيه كامل. نخلي لكم تشوفوه بزاف بزاف يجي يعني بنين ما شاء الله. انا نستعملوه في كل الوصفات نتاعي كيما راكم تشوفوا. وكي خلصت ندخلو للفرن نطيبو من تحت ومن بعد نزيد من فوق يعطينا اللون الذهبي كيما راكم تشوفوا. وما شاء الله ما نقولكمش جا بزاف خفيف وفارغ من داخل وبنين بزاف. واكيد نخلي لكم في صندوق الوصف وصفة تحضير همبرجر بطريقة رائعة جدا ويجيكم بنين وما تشبعوش منه. واكيد الطريقة هذه فيها سر، نخليكم في صندوق الوصف تكتشفوه. وكيما راكم تشوفوا انا خلصت وما شاء الله شوفوا كيفاش جا تحفة تحفة وجا خفيف كيما تشوفوا. نتمنى الوصفة نالت اعجابكم ورضاكم. ما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الأجمل اللي ديما تفرحني وتشجعني. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.